السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وشيوة جديدة من شيوات مجدولين. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله نحضر معاكم مقيله كتجي لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها، سهله وبلا كثره المكونات، بدون لحوم، اقتصاديه جدا، ممكن تحضروها للغداء او للعشاء. ضروري تجربوها، كيجي المذاق ديالها لذيذ بزاف، صدقوني الا حضرتوها غتاكلوا صبياتكم عليها. ما نطولش عليكم، نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. هنايا عندي 2 حبات ديال الدنجال اولا الباذنجان. دائما الكميه كتبقى على حسب الافراد ديال العائله ديالكم. المهم الدنجال كنغسلوه من قبل وكنحيدوا ليه القشر ديالو كامل، ومن بعد غنقطعوه لمربعات. فبالنسبه اللي ما كياكلوش الدنجال اولا الوليدات اللي ما كيعجبهمش الدنجال، هاد الطريقه هذه غادي ياكلوه وما غاديش يحسوا نهائيا، ما غاديش يعرفوا اش كياكلوا. كتجي مقيله اللي لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها، كتجي خفيفه جدا. صافي هنايا غنقطعوا الدنجال ديالنا المربعات اللي هما صغارين بهذا الشكل هذا. وكما قلت لكم الكميه كتبقى على حسب افراد العائله ديالكم، ممكن تضاعفوا الكميه. هكا كنحاولوا نقطعوا الدنجال ديالنا القطع اللي هما صغارين باش ما ياخذش لينا وقت بزاف في الطياب. هانتوما بهذا الشكل هذا. فهاد الطبق كما ذكرت معاكم كيجي لذيذ بزاف، كيجي هائل جدا، وكما غتلاحظوا معايا بمكونات اللي هي جد اقتصاديه متوفره في جميع البيوت. صافي كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنقطعوا الكميه اللي عندنا كامله. من بعد غناخذ مقلاة غنوضع فيها القليل من الزيت بهذا الشكل هذا، وغنوضع عليها الدنجال ديالي. من بعد ما سخنات ليا الزيت مزيان صافي كنحركوها وكنخليوهم يتقلاو شويه. شوفوا كما كتلاحظوا معايا غير كنوضعوا الدنجال ديالنا كيشرب لينا هذيك الزويته كامله، ما تخافوش منه، غير كيبدا يطيب وكيطلق لينا الزويته اللي شرب. صافي كنبقاو نحركوه مره بهذا الشكل هذا حتى كيطيب لينا وكيتحمر وكيصبح بهذا الشكل هذا. ودابا غنضيف ليهم 3 حبات ديال الطماطم اولا مطيشه اللي سبق ليا حكيتهم، وغنبدا نضيف في التوابل. ضفت هنايا ملعقه صغيره معمراش ديال الملح، ملعقه صغيره بابريكا، نصف ملعقه ابزار. صافي وكنحرك التوابل ديالي مع باقي المكونات جيدا، وغنسد على الطبق ديالي ونخليه يطيب. وغناخذ جانبا اناء اللي غنوضع فيه 2 حبات ديال البيض بحجم اللي هو متوسط. وبالنسبه للبيض على حسب الكميه ديال الدنجال اللي استعملته. هنايا انا هاد الكميه اللي استعملت كفاتني فيها 2 ديال البيضات، جاو هما هادوك. وغنضيف 2 فرماجات اولا الجبن المثلث اللي غنقطعوه مربعات اللي هما صغار. بالنسبه للفرماج فراه كيعطي لهاد المخيله ديالنا واحد التعليكه اللي لذيذه بزاف، كتجي بنينه. كنتمنى فعلا تجربوها، وانا متاكده ان شاء الله لا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم وغتولي معتمده عندكم. وكنحاولوا هكا ما نرقوش الفرماج ديالنا بزاف باش يبقى يبين لينا في المقيله ديالنا. كنضيفوا ليه التوابل اللي ضفت ليه هنايا شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار. صافي وكنحركوه جيدا. ومن بعد ما كتسحر لينا المقيله ديالنا وبدات كتعقد كتولي لينا معلكه كما كتلاحظوا معايا. دابا غنضيفوا ليها هذاك البيض والجبن اولا الفرماج، وهكا كنحاولوا نوزعوه على المقيله ديالنا كامله.
صافي، وهادو هما المكونات كاملين اللي كنحتاجو لهاد الوصفه. كما لاحظتوا معايا مكونات جد بساطين، وبالنسبه للمقيله ديالنا كتجي هائله جدا. دابا كنسدو عليها ونخليوها حتى كيطيب لينا هذاك البيض وكيذوب لينا الفرماج شويه. وفي هذه المرحله كنقصوا النار وكنخليوه يطيب على خاطرو. صافي، هنايا من بعد ما طابت ليا المقيله ديالي هذا هو الشكل ديالها. كتجي مع الكاك، كتجي لذيذه بزاف. غير جربوها وان شاء الله غتنال الاعجاب ديالكم لانها كتجي بنينه بزاف. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش من البارطاج، بارطاجيو الوصفه مع الاهل والاصدقاء باش تاخذوا الفائده. وخليوا لي ايضا لايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتشجعني بزاف، وايضا اقتراحاتكم الوصفات اللي بغيتو نحضر معكم. ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. هنايا غنهز معكم باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. فرا كتجي هائله جدا، كتجي معلكه بنينه بزاف. ولا اروع الصراحه. الدنجال كيجي خطير، كيعطيها واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. ان شاء الله هاد الوصفه غادي تجربوها واكيد غتنال الاعجاب ديالكم. شوفوا معايا المقيله ديالنا كتجي معلكه بداك الدنجال وداك الفرماج، فكنتمنى تجربوه. انا متاكده غيعجبكم هاد الطبق، بالخصوص الاخوات اللي ما كيعجبهمش الدنجال ما غيحسوش به نهائيا. صافي، هكا كنكون وصلنا لنهايه الوصفه. بسلام عليكم، الى وصفه قادمه ان شاء الله.